لو سمحتوا كنت عايزه اعمل وديعه دولاريه. تمام يا فندم، املي لنا بس البيانات. بتسمع كتير عن ودائع الدولار والجنيه الاسترليني واليورو في البنوك وبتسأل نفسك ايه اللي يخليني اعملها؟ هقولك، بس في الاول لازم تعرف الوديعه يعني انت بتستثمر فلوسك مع البنك مقابل انك بتاخد فايده ثابته البنك محددها بس نسبتها اقل من شهادات الاستثمار، ووقت ما تحب تفكها بتاخد فلوسك كامله. هيتخصم مبلغ من الفوائد بس مش من اصل استثمارك. لما يكون عندك فلوس بالدولار او باليورو او بالجنيه الاسترليني وعايز تحافظ عليها وتاخد عليها فوائد، هنا بقى بيجي دور ودائع العملات الاجنبيه. طيب لو انت مغترب او بيجيلك دخل بالدولار، امتى تفكر في النوع ده من الودائع؟ لو عندك فلوس زياده ومحتاج دخل ثابت بنفس العمله، ولو قلقان من التضخم وعايز تحافظ على قيمه الفلوس، او لو بتخطط بقى لمرحله كبيره زي السفر او الدراسه بره. طيب ايه لازم اعرفه قبل ما افتح وديعه؟ كل بنك بيقدم فوائد مختلفه، علشان كده لازم تقارن بينهم كويس. وفي بعض البنوك بتاخد رسوم على فتح الوديعه او سحب الفلوس قبل ميعادها، فلازم تحسبها صح وتسال على التفاصيل دي وانت بتعمل الوديعه. كمان لازم تعرف مده الوديعه، ودي ممكن تكون اسبوع او شهر او سنه او حتى اكتر. كل ما كانت المده اطول كل ما كانت الفايده اعلى. وضروري لازم تتابع سعر الصرف سواء بقى دولار او يورو لانه بيختلف كل يوم. بس قبل ما تفتح وديعه لازم تكون عارف ايه الانسب لظروفك. شوف ايه الافضل، تفتح وديعه بالعمله المحليه ولا بالعمله الاجنبيه. انا رايي لو محتاج الدولار او اليورو وعندك مدفوعات بالعمله الصعبه، او لو هتسافر بره قريب زي ما قلت لك، تخلي الوديعه بتاعتك بالعمله الصعبه احسن. وقبل اي خطوه ارجع للمستشار المالي بتاعك وقول لي في الكومنتس، جربت قبل كده تفتح وديعه بالعمله الاجنبيه ولا لا؟